يأتي سؤال يسير فتجد من لا علم عنده يصير إلى إنكار وجود الخالق العظيم أنه لا يفهم. وأهل الزيغ والضلال يبثون الشبهات ويكثرون من بذر هذه البذور النجسة العفنة لكي تثمر بعد ذلك الثمار المرة في قلوب وعقول وأفكار المسلمين من المثقفين وغيرهم الذين لم يتحصنوا بمعرفة العقيدة الصحيحة. ولو أنهم تعلموا العقيدة الصحيحة بالطريقة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع في قلوب أحد منهم زيغ. وإذا ورد وارد من زيغ يدفع، كما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وكان يأمر طلابه بأن يجلسوا للعوام في المساجد يحفظونهم ويعلمونهم الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع، ويقرؤون عليهم كتاب التوحيد ويبينون لهم عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن العامية من أهل السنة قادر على أن يغلب 100 عالم من أهل البدع. العامي من أهل السنة قادر على أن يغلب 100 عالم من أهل البدع، لأنهم ما عندهم سوى الشبهات والجهليات التي قالوا عنها عقليات، وما عندهم شيء. هذه أمور عجيبة جدا في الحقيقة، حتى إن المذاهب التي راجت عند هؤلاء ووقع بها البلاء وعم وطم بها الفساد في أرجاء ديار أهل الإسلام، يمكن أن ينقض المذهب الواحد من هذه المذاهب بكلمة واحدة، بل بصفعة. كما في مذهب الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل ما يأتي منه من الأفعال. الجبري الذي يقول لك ذلك لو أنك صفعته على قفاه فاعترض عليك فقد نقض مذهبه. إذا أخذت ماله واعترض عليك فقد تناقض، لأنه إذا اعترض عليك يكون قد نقض مذهبه الذي فيه أنك مجبور على أن تصفعه. بل لو فحش أحد بأهله فاعترض لكان ناقضا لمذهبه، كما في القصة المشهورة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وتكلم عن هذه الفرقة الضالة. الرجل الجبري الذي دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته يفحش بها، فأخذته الغيرة فاستل سيفه فجرى الرجل حتى أعجزه هربا، فرجع إلى المرأة يريد أن يقتلها أو أن يعاقبها، فقالت: ويحك تترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ تقصد بالسنة أنها مجبورة على أن تفعل الذي فعلت، وهذا الذي جرى هاربا هو أيضا مجبور على أن يفحش بها، فتقول لا تترك السنة وتأخذ بقول ابن عباس في أن الإنسان هو الذي يفعل فعله. فأغمد سيفه وقال: جزاك الله خيرا، كدت أن أضل. هذا مذهب يرد بمثل هذا عليه. أهل البدع كلامهم لا قيمة له، هم أنفسهم كالذباب لا قيمة لهم. فأهل السنة تمسكوا بدينكم وتعلموه، لأنكم لن تتمسكوا به حتى تتعلموه. تعلموا دين الله، والعلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، المخنثون لا يحبون العلم. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. رجل خذ الكتاب بقوة يبذل عمره، يبذل نور عينيه، يطلق الملذات، يدع الناس فيما هم فيه من عالمهم يتمتعون في كل واد يهيمون، ويقبلوا على تعلم دين ربه بإخلاص وصدق لكي يعمل به ويدعو الناس إليه، ولكي يحاج من يهاجمه من أهل الزيغ والضلال. كل ذلك لله جل وعلا وحده، داعيا إلى الله.
فلنكن كذلك بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته.